My people, today is new day. Today is money. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده وموضوع جديد. اتمنى تبقوا بخير وباحسن حال. ومعانا قصه مسلسل جديد لرمضان السنه دي. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنشرح فكره مسلسل الاجهر. وقبل ما نبتدي لقصه المسلسل خلينا نشوف اسم المسلسل ذات نفسه متكون من ايه. متكون من كلمه واحده اسمها الاجهر، ولكن كلمه شويه تقيله على اللسان، فلما نيجي نترجمها او نعرف ايه المصطلح بتاعها بالعربي او معناها بالعربي هنلاقي ان هو الشخص اللي ما بيقدرش يشوف بالنهار، او جاية برضو في الاساس من ان حاجة بتعملها بشكل علني، فبيبقى الشخص ضعيف البصر شوية في وقت الشمس، وعكس كلمة الاجهر وهي كلمة الاغشة. ولكن هل الكلمة دي ليها علاقة بقصة المسلسل؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. مسلسل الاجهر من المسلسلات اللي هتنزل في رمضان 2023. بتدور أحداث المسلسل في البداية في حي الدرب الأحمر، وهو مسلسل اجتماعي شعبي. شخصية البطل هنا اسمها مصطفى الأجهر، اللي بيقوم بدورها عمرو سعد، وهو شخص خارج عن القانون، يعني بيعمل حاجات بره القانون أو حاجات بيعاقب عليها القانون. ومن هنا هيبتدي حكايته من وهو صغير، ومن الواضح ان ابوه كمان كان بيشجعه على اللي هو بيعمله، هو اللي مشجعه على ده، وغالبا هو كمان شخص خارج عن القانون اللي بيقوم بدوره سيد رجب. فالأجهر تحفظ الاسم ده وتصدقه جوه نفسك. وبيحاول ان هو يكبر في مجال التنقيب عن الماس وعن الذهب، وعشان يعمل كده لازم يلاقي مكان رئيسي يقدر انه يلاقي فيه كميات كبيرة تساعده انه يكبر. فبالتالي هيروح على دولة افريقية وهيبتدي يجمع فريق عشان يساعده. مصطفى انت كسرت العداد هنموت. طب احنا قاعدين هنا لحد امتى؟ طيب لحد ما المصلحة اللي احنا جايين لها تخلص. وبيستخدم طريقة عشان يبتدي ينقب عن الذهب هنا أو الماس، بأنه بيفصل الماس أو الذهب عن المية الموجودة في الأنهار اللي هناك. بيحاول إنه يروح هناك وياخد الحاجات دي بطريقة معينة، ولكن برضه بيحاول إنه يهتم بالناس الموجودة هناك، بما إن حالاتهم بتبقى صعبة، وممكن كمان هم هناك يساعدوه أكتر لأن هم من أهل المكان، فهيبقوا عارفين الأماكن دي أكتر. وطبعا بما ان شخص زي كده هيحاول ان هو يكبر، وابوه كمان كان يعتبر كان في المجال ده، فهيبتدي من هنا المنافسة، وهتبتدي احداث المسلسل تعلى واحدة واحدة، وان في ناس طبعا كبار في السوق في المجال ده هيحاولوا ان هو يقفوا قصاده، والناس دي من ابطال المسلسل الرئيسيين. ودي من الحاجات المميزة ان المسلسل ده بيجمع نجوم كتيرة ونجوم مختلفة كمان في الحاجات اللي بتقدمها، زي مثلا عمرو عبد الجليل ودرة وخالد زكي وناهد السباعي وغيرهم كتير من النجوم اللي انت هتتفاجئ بيهم في المسلسل. وفي اوجه كتيرة جديدة بتطلع مع عمرو سعد، ودي مش اول مرة تحصل يعني في المسلسلات اللي بيقدمها. وانا شايف ان المسلسل ده هيبتدي انه ينجح بنسبة اعلى من المسلسلات اللي فاتت، او هيبقى كمان مختلف عن المسلسلات اللي قدمها عمرو سعد في السنين اللي فاتت. المسلسلات اللي فاتت نجحت وجابت مشاهدات عالية، ولكن الجانب اللي هو بيشرحه في المسلسل ده هو البلاد الأفريقية، عكس باقي المسلسلات اللي بتتجه دايما للبلاد الأوروبية أو ممكن مثلا دولة عربية زي لبنان أو كده، فبيروحوا لبلاد ثابتة واتكررت في مسلسلات كتير. فإن هو هنا يروح لبلد أفريقية ويبتدي إنه يشتغل عليها، فدي هتبقى حاجة كويسة، وهيعمل حاجة كويسة بالمسلسل هتحب إنك أنت تتفرج عليها وتشوف النوع ده من المسلسلات، خصوصا كمان فكرة التنقيب عن الذهب او الماس. فان شاء الله هيبقى مسلسل مختلف. اتمنى انك انت تكون استفدت، عرفت فكرة عن المسلسل. هتلاقيني برضه شرحت لك قصص مسلسلات زي مثلا مسلسل سوق الكانتو، وكمان مسلسل الصفار، شرحت لك الفكرة بتاعهم بالتفصيل، تقدر انك انت تشوفهم من اللينكات اللي انا سايبها لك في الوصف. لو عاوز كمان اي فكرة مسلسل تقدر انك انت تكتبها لي في الكومنتات، وانا كمان ان شاء الله هبتدي اشرحها لك. متنساش بقى تعمل لايك وكومنت للفيديو ده، وكمان متنساش تتابعني مهما كان المكان اللي انت بتتفرج عليا منه دلوقتي. بس كده، اتمنى تكون استفدت. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدها مني، انا عايزك تروح تزعق للشناوي، والشناوي يزعق لفتوح، وفتوح يزعق للوينج. طالما بنتغلب الفريق كله يزعق لبعض. انا عايز شكل، يلا روح.